السلام عليكم اخواني، حياكم الله اينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه اخبار وتحليل المباريات. نشوفوا الاعلام الاماراتي كيف علق عن تصريح حسين عموته، وشنو قال حسين عموته في التصريح ديالو، وعلى المستوى اللي قدموه اللاعبين نادي الجزيره الاماراتي والتغييرات اللي قام بها. وكذلك نشوفوا الاعلام كيفاش علق على مباراه الامس وفوز الجزيره. يلا نشاهدوا الفيديو ونشوفوا من بعد. ما تبخلوش على بالاشتراك ديالكم باش تلقاو كل ما هو جديد. زميلنا محمود الحوسني اليوم التقى بحسين عموته المدير الفني للجزيرة في لقاء خاص للرياضة. اليوم نتابع. إدارة نادي الجزيرة ارتأت على أساس أنها تختار لاعبين ذو خبرة وذو قيمة فنية عالية مثل محمد النيني. طبعا مهم جدا الخبرة ديالته. اليوم تيوقع نبيل فقير اللي هو إضافة كروية يعني جدا ممتازة. نرحب به أول حاجة يعني في عائلته ضمن نادي الجزيرة، ونتمنى له يعني كل التوفيق إن شاء الله. ونحن أكيدون لأنه ما يقدمه من مستوى مع في الدوري الإسباني مع نادي سيفيا تنظن أنه تسمح لي على أنه هنايا يعطي الإضافة اللي هي مطلوبة، خاصة يعني الشق يعني الهجومي ديالنا ان شاء الله. يعني مع اكتمال ربما الصفوف نحن نبحث ايضا على بعض المراكز لتغطيه بعض المراكز حتى تكون عندنا هناك يعني البدائل تكون حاضره موجوده. صحيح انه تاخرنا بعض الشيء، لكن ان شاء الله في خلال هاد الاسبوعين القادمين ان شاء الله سنغلق هذا الملف ديال التعاقدات، ونركزوا بشكل يعني جيد على الاداء ديال الفريق. نعم صحيح انه اليوم فزنا بالمقابله، لكن ادائنا لم يرتقي لمستوى جيد. لكن انا اظن في بعض الاحيان مهم جدا انك تفوز وانك تستفيد من 3 نقاط. انا اظن انه خلقنا لنفسنا تقريبا 4-5 فرص حقيقيه لم تسجل، واعتمدنا على الكرات الثابته يعني لانهاء المقابله وضمان 3 نقاط، وهذا شيء جدا مهم. لا ننسى على انه المقابله الاولى امام بنياس احتكرنا الكره والفرص، لكن مع الاسف ارتكبنا جزء اخطاء في الدفاعيه عوقبنا من خلالها. انا اظن في بعض الاحيان مهم جدا انك رغم انه ما يكونش الاداء ديالك جيد جدا، ولكن تعرف كيفاش تاخذ 3 نقاط، هذا مهم جدا. طبعا الكل تعرف على انه مرينا بواحد الفتره صعبه، هذه الفتره ديال بدايه التحضير للموسم، خاصه وانه يعني لحد الساعه لم تكتمل يعني الصفوف، وبالتالي شيء عادي جدا اننا سنتعب. واضافه الى بعض الاصابات عندنا تراوري مصاب، عمر تراوري، ركيك مصاب، خلفان راجع من الاصابه يعني ليس بالجاهز يعني 100%. خليفه هو كان راجع من الاصابه، الحمد لله انه من خلال جوج المقابلات يعني عارف كيفاش يسير الامور ديالو حتى يلتحق بالمنتخب. هذه كلها كانت مجموعه من الاكراهات اللي خلاتنا اننا حتى اننا نحطوا بعض اللاعبين في بعض المراكز اللي هم مش مرتاحين فيها. لكن انا اظن اجمالا مهم جدا ان نستفيد من 3 نقاط. حسين عموته كان واقعي جدا في حديثه، قال فزنا بس ما كنا جيدين، بس فزنا وضروري انك تفوز في هالفترة. تحدث عن تعاقد الجزيرة مع اللاعب الفرنسي نبيل فقير الجزائري الأصل، 31 سنة، قادم من ريال بيتيس، ليكتمل الخماسي الأجنبي في فريق الجزيرة. حسين عموته يتحدث مهم أنك تفوز في هذا الوقت، وأعتقد يعني من خلال حديثه يمكن الناس متوقعين أكثر من هالأداء. الجزيرة لحد الآن دكتور هل هو مقنع؟ لا، في المباراتين غير مقنع، سواء بنياس او اليوم. شو السبب؟ ما ظهر بشكل جيد ها؟ تنظيميا بشكل جيد. ما عند اللاعبين يصنعون كل الفارق حتى الان، غير كوباني هو الابرز حتى الان في المباراتين. يعني حتى اللاعب راس حربة رامون ما ظهر بشكل جيد. لكن اعجبني كابتن حسين عموته لما مدرب ما يبرر، ما يقول والله تحكيم الحراره او والله انا لا، قال الفريق غير جيد وغير مقنعين، لكن المهم النتيجه مهمه في الوقت الحالي. وخلال هالاسبوعين بيستقطبون اكثر من لاعب مميز، خاصه صانع العاب الان بيجيب اللاعب باكثر من مكان. الرجوع بعد ذلك عبد الله رمضان او خلفان، ممكن الفريق يكون افضل من شيء بكثير، لان الجزيره غير مقنع فعلا لغايه هالمبارتين. اسهيل. يمكن عموته لخص كل اللي صار مع معسكر الجزيرة، ومثل ما قلنا لك الجزيرة أو مثل ما اتفقنا أن الجزيرة يحتاج إلى وقت لفهم أسلوب المدرب لعودة المصابين، على الأقل تجهيز اللاعبين اللي كانوا مصابين. بصراحة عبد الله رمضان في وسط الملعب مكانه تارك فراغ
كبير في الفريق. وعمر التراوري كظهير فارق او كجناح، وعندك عنده خانه الاجانب ما اكتملت، فبالتالي اليوم الفريق قاعد يجهز لانه يكون منافس. فمن الجيد اليوم انك انت فزت في المباراه الثانيه، على الاقل الروح الايجابيه تكون موجوده، على الاقل اليوم في انتظار التوقيع الرسمي مع نبيل، وكلنا نعرف امكانيات اللاعب سواء كان لما لعب في كاس العالم، لما يؤدي مع فريقه لاعب راح يصنع فارق اكيد للفريق، وممكن يخدم في اسلوب اللعب الجديد اللي اعتمده عموته. فالجزيره اعتقد يحتاج الى وقت فقط للانسجام والى عوده المصابين، والى حتى على فكره النني الى الان غير جاهز بدنيا، واعتقد راجع من اصابه، فبالتالي ايضا يحتاج الى وقت. من المهم جدا انك تفوز في هذا التوقيت. نني كيف اصابه وهو راجع من الاولمبيات ومقدم مستوى مصاب، كبير؟ لعب المباراه الاولى وقعد 3 ايام في العياده، ولعب ليله المباراه تم الاتفاق على مشاركته. أي مباراة؟ المباراه اللي قبل هذه، المباراه الاولى اللي مع بنياس اللي خسرها. فالان عنده هاي 4 ممكن يصيب في التمرين، بس الريال كان مقدم مستوى كبير في الاولمبياد. صحيح، بس لما تكون نني كان في مباراه اديب فارق مع الفريق، لكن يعني بعد جيده كابتن. اصابه، انا قلت اصابه عوده المصابه كلامك صحيح. اي كاصابه، لكن كان ما تقول اعداد بدني، لا هو جيد، لاعب الاولمبياد، بدني ولاعب الاولمبياد وجاهز كلاعب ولاعب كبير، لكن من الاصابه لما تكتمل جاهزيته استشفاء بشكل كامل راح يفرق. اليوم التوقف راح يخدم نادي الجزيره بشكل كبير. يحتاج عموته اليوم شاف الدوري، شاف الفرق، عرف جو المنافسه مع الطقوس مع كل الاجواء اللي حولك، راح اكيد انه يكون مختلف في المرحله القادمه. انا اعتقد الجزيره بوجود مثل ما قال عموته اليوم، وجود لاعب بحجم محمد النني صاحب الخبره الكبيره نعم. والشخصيه القياديه في الملعب، ووجود نبيل فقير، وعوده المصابين للفريق، الجزيره راح يكون له وضع مختلف. ابو سعيد، ولا شو رايك؟ اكيد ابو نواف، لان في فرق تدفع ثمن عدم الجاهزيه، عدم الاكتمال، وبالتالي يعني في فرق راح تستفيد ترى من توقف الدوري. اكيد اكيد التوقف يعني بيفيد ناس بيضر ناس. الجاهز والمكتمل يبغى يكمل مباريات، الناقص يبغى التوقف عشان يكمل صفوفه في التعاقدات، في الجاهزيه، في كل الامور. ولذلك وعوده المصابين بالضبط، ولذلك التوقفات هي سلاح ذو حدين على فرق وفرق يعني. فبالتالي انا اتصور الجزيره، الشارجه في اكتمالهم بيكونون ارقام صعبه في المسابقه، رغم ان الجزيره في اول ظهور له في الموسم في اديب اعطى شكل مختلف، اعطى شكل ثاني. اي بس بطوله ما فيها ضغوط يعني. ما يخص الضغوط كابتن، يعني بس شكل الفريق كان غير. الدوري يختلف ابو نواف. الدوري في اول مباراه كل لاعب يبغى يثبت نفس المدرب عشان يدخل التشكيله، كل هذه الامور موجوده. لكن ال3 نقاط وبدايه الموسم وضع مختلف يعني. اكيد يحتاج الى تحضير نفسي، وهذا مهم. واليوم في ظل النسبه العاليه من الاجانب موجوده داخل الملعب، اتصور عمليه المخاطبه في التحضير النفسي عمليه مو بسهله على الفرق. احمد الحوري، اليوم شو تستنتج من كلام حسين عموته بالنسبه لنتيجه المباراه، وايضا الحديث عن الانتدابات الجديده؟ اول شيء احيي على تصريحه، كان واضح تماما في مثل ما ذكرت استاذ يعقوب، انه واضح تماما انه مش راضي عن الاداء، راضي عن الفوز، عن ال3 نقاط، واهم شيء انه ياخذ ال3 نقاط، لان اي تعثر في مباراه اليوم يضاف الى تعثره في مباراه الاولى اما بنياس، كان بيدفع الثمن كثير مستقبلا. ولكن وجهه نظري ابو نواف، ترى الجزيره يدفع ثمن ما او تراكمات الموسم الماضي. الجزيره في الموسم الماضي انهى الموسم في المركز الثامن، هي نتيجه غير طبيعيه لفريق بحجم الجزيره. كيف يدفع ثمن تراكمات؟ هاي تراكمات الموسم الماضي، انت لما تطلع بحجم. بس اليوم الموسم الماضي صفحه وانطوت. انت اليوم معليش. كان عندك وقت، اول شيء جهاز فني جديد، تجيب انتدابات، كان عندك معسكر، صحيح، اداره الشركه تغيرت، صحيح. يعني انا اليوم لو اي نادي تقول لي يحمل معاه اخطاء الموسم الماضي، ما في فرق تعدلت. اكيد انا وياك في هذه النقطه الجزئيه، لكن اللي حصل ان لا زالت، وانت لا تنسى ابو نواف ان الجزيره
لاول مره يدخل في موسم بدون هدافه التاريخي علي مبخوت اللي لا زال موجود واللي لا زال يسجل. هاي روحها نقطه محتاجه كلام كثير. بس لذلك انا بعرف نفس الوقت انا اليوم يعني بقيس نجاح فريق وفشله على لاعب. لا مش على لاعب واحد. عمدة الفريق وينها؟ عبد الله رمضان مصاب، زين، تراوري مصاب، خلفان لسه راجع من اصابه، العطاس وخليفه مبارك بين اصابه وعوده من اصابه. هذا قدر، بس انت تقول لي لا يحمل لا لان انت الموسم الماضي. الرد على الجزئيه اللي انت قلتها ان في فتره من نهايه موسم الى بدايه موسم ممكن يتصلح الوضع، لكن ما تصلح الوضع. المعطيات كلها التراتبيه هاي اللي انا قلت لك عنها ما ادت الى بناء فريق حقيقي. المعسكر انتهى بعد مباراه البطايح في كاس اديب اللي فاز فيها 3-1، هذا شيء، وبعد بدايه بنياس او من بدايه بنياس هذا شيء اخر. الان نشوف ان الجزيره رجع يبني او يعدل الاوضاع من بعد مباريات بنياس. ما تشوف ان الفريق بعد كان او محتاج لوقت اطول للطريقه اللي يلعب فيها مثلا حسين عموته والاسلوب اللي يلعب فيه، واليوم نص الفريق تغير والشكل يعني بالضبط. هذه الجزئيه اللي انا يعني كنت بعرج عليها ابو نواف، ان ايضا لا تنسى الطريقه الفنيه اختلفت، ومعظم الفريق تغير، فريق اعتمد على مدى سنوات طويله على مدارس. السلام عليكم اخواني، عدنا اليكم من جديد. كما شاهدتم من الاعلام الاماراتي كيف علق عن حسين عموته وفوزه بمباراه الامس والتغييرات اللي قام بها والمستوى اللي هضر عليه حسين عموته وعلى مستوى اللاعبين اللي قدموا في مباراه الامس والمستوى اللي قدموا نادي الجزيره في المباريات الماضيه. يا اخواني كما شاهدتم من الاعلام الاماراتي كيفاش علق على جميع مباريات اليوم وكيفاش علق على المباراه الخاصه لحسين عموته والمستوى اللي قدمه اللاعبين نادي الجزيره والتعليمات اللي عطاهم وصرامات حسين عموته. بصراحه طاقم كبير، مدرب فني كبير، عنده وزن ثقيل. نتمنى له ان شاء الله التوفيق في هذه المهمه، نتمنى ان شاء الله للاعبين الجزيره ونتمنى له في هذا الموسم ان شاء الله التوفيق. اخواني كما شاهدتم من المحللين كيفاش علقوا على جميع المباريات وهذه المباراه وكيفاش علقوا على حسين عموته والتصريح ديالو. اخواني الى هنا ننهي هذه الحلقه، شكرا للمشاهده، تحياتي لكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ما تبخلوش على الاشتراكات ديالكم باش توصلوا بكل ما هو جديد.